تحلية الدقيق بمكونات اللي بسيطة بزاف، بدون نشا وبدون فلون وبدون كريم، وكتوجد بسرعة، كتجي لذيذة بزاف وايضا اقتصادية. الا كانت هذه اول مرة كتشاهدوا فيها القناة، هذه قناة زينة في الكوزينة، ما تنساوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم، واشتركوا في القناة وبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الاصدقاء، ونمشيو باش نشوفوا الطريقة والمكونات ديال هذه التحلية الرائعة. غادي نبداو في المكونات والطريقه. عندي هنا نص لتر ديال الحليب بارد، ضفت ليه 2 معالق كبار من الكاكاو المر، كيف ما ممكن تضيفوا الكاكاو الحلو وتحيدوا السكر. غادي نضيف هنايا 3 المعالق كبار عامرين ديال السكر، وغادي تضيفوا 50 غرام من الطحين، تقريبا 2 معالق كبار عامرين ونص، 2 معالق ونص من الطحين، تقريبا 50 غرام، حسبتها لكم بالعبار باش ما تكثروش اكثر من هكذا. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات مزيان والخليط بارد، غادي نخلطهم مزيان حتى يتخلطوا وما يبقاوش مكور وما يبقاش الطحين معزول بوحدو، باش ملي نحطوه فوق النار ما يتكورش ويقزح. هنا غادي نحط فوق النار هادئه مع الاستمرار في التحريك، ضروري الاستمرار في التحريك دائما ملي تكونوا دايرين النشا ولا الطحين، نار هادئه والاستمرار في الخلط حيت كتلقاوه من التحت محروق. صافي هنا من بعد ما اختار الخليط كما كتلاحظوا، في هذه المرحله غادي نضيف واحد المعلقه صغيره من الزبده عامره، وغادي نضيف 4 القطع من الشوكولاته السوداء. انا درت شوكولاته عاديه، ممكن نتوما ديروا شوكولاته غيش، غادي تزيد لكم مذاق احسن. تقريبا 30 غرام ديال الشوكولاته اللي ضفت، غادي نخلط مزيان حتى يذوب هذاك الشوكولاته والزبده ونطفي النار مباشره. غادي نخوي السائل وهو سخون في هكا كؤوس فرديه ولا غامكه، ولا ممكن ديروه في مول جماعي. خويو، اهم حاجه تخويو الخليط مباشره وهو سخون، زربوا عليه لانه بالزربه كيجمد، بالزربه داك الطحين كيقصح ويقصح الخليط. صافي غادي نوزعهم بحال هذا الشكل بالتساوي. تقريبا هاد المقادير اللي عطيتكم خرجوا لي 9 من هاد لي هادو، 9 ديال كيخرج لكم 9 يكفيكم ل9 افراد. هنايا الطبقه الثانيه نص لتر حليب، 4 المعالق ديال سكر سنيده، و2 معالق ديال الطحين. هنا نقصت الطحين شويه على الطبقه الاولى باش يجيني هكذا فرق في القوام. حطيتهم فوق النار حتى غلاو واختاروا. في الاخير كما العاده غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده كتزيد لمعان وتزيد مذاق، و4 القطع من الشوكولاته البيضاء، ممكن 30 غرام عفوا 30 غرام. غادي تخلطوا مزيان حتى تذوب ديك الشوكولاته والزبده وتحيدوا وتخويو مباشره في الطبقه الثانيه من بعد ما بردات. هي عموما كتبرد بالزربه ما كتعطلش. صافي غادي نخوي فوق من هذاك الخليط. كما قلت لكم هذا الخليط راه كيخرج ليا عفوا 8 ماشي 9، 8 ديال الكؤوس بهذا الحجم هذا. اللي بغى يدير قل يقسم المقادير على جوج. وبالنسبه للطبقه الرابعه كان مزنيش الوقت داك السجل علاش ما صورتها لكمش، ولكن راه درت فيها واحد الكلاصاج راه سبق لي شاركته معكم في فيديوهات، في فيديو ديال الكيكات المقلات، في بزاف ديال الفيديوهات اللي شاركته معكم. فيه 4 المعالق كبار ديال السكر، وفيه 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وكاس الا ربع ديال الماء. غتخلطوا هاد المكونات كاملين ديرهم فوق النار غير طلع معاهم الغليه. غادي تضيفوا لهم واحد المعلقه كبيره ديال الزيت وتحيدوهم من فوق النار وتخويوهم. بالنسبه لهاد الكلاصات كيكون خاطر شويه، ما كيجمدش يعني حيت ما فيه لا فلون، ما فيه حتى لا طحين لا نشا، كيبقى غير هكذا خاطر، ولكن كيجي لامع وكيجي بنين بزاف وكيعطي واحد المذاق زوين لهاد التحليه هذه. وهذا هو الشكل ديال هذه التحليه من بعد ما بردت، كتجي رائعه كما لاحظتوا، بدون فلون بدون نشا، مكونات اللي بسيطه. كتجي واحد المذاق ديال الشيكولا يعني قوي بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، ممكن ديروهم في مول جماعي، ماشي ضروري هاد الغامكان صغار. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله في فيديو جديد.